السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي، بتمنى يوصلكم هالفيديو وأنتم في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم رح نعمل مع بعض كفتة بطحينية وكفتة بالبندورة. هلأ أنا معي تقريبا 1.5 كيلو من اللحمة المفرومة، لحمة مخلوطة نصها عجل ونصها خروف عشان يكون فيها نسبة من الدهن. طبعا مضاف إلها بصل مفروم ناعم وضمة بقدونس مفرومة ناعمة، وهون حطيت معلقة دبس رمان وعصير نص ليمونة طبعا. وهلأ بنحط الملح مثل ما عم بتشوفوا. كمية الملح دائما بدنا ننتبه على كمية الأكل اللي بنضيف لها الملح، وإذا في معنا ناس ما بيحبوا الأكل مالح أو عندهم يعني بعض الأمراض اللي بتمنعهم ياخذوا الملح بدنا ننتبه على هذا الموضوع. هلأ بنرش الفلفل الأسود، وبعد هيك رح نضيف لها زيت الزيتون. بالنسبة للبهارات أو النكهات، في ناس بتضيف هيل، في ناس بتضيف قرفة، في ناس بتضيف زنجبيل. هذا بيرجع لذوقكم أكيد. أنا بالنسبة إلي ما بضيف غير هدول. وحتى بالنسبة لزيت الزيتون ما بقدر أستخدم في الأكل زيت نباتي، في ناس بيضيفوا هذا الزيت لكن أنا والله ما بحبه صراحة. هون احنا جهزنا الصواني. عندي صينيتين رح اعملهم بالبندورة، والصينية هاي اللي عملناها اصابع كفتة رح اعملها بطحينية. هلا هون انا حطيت بالصينية جهزتها، وبعد هيك حطيت عليها ترنشات بندورة، رشيت عليهم شوية ملح وفلفل اسود خفيف كتير، ومعي بطاطا مقلية نص قلية، ومعنا فلفل اخضر بنحطهم بهالطريقة وبتصير هيك جاهزة تفوت معنا على الفرن. وبالنسبة للكفتة تبعت الطحينية نفس الشي، بحط لها بطاطا مقلية. بعد ما اكون اول شي حمرتها بالفرن شوي، تركتها يعني شي نص ساعة او اكتر بالفرن، بطلعها وبحط البطاطا لأنه نص استوى البطاطا تمام، وبنرجعها على الفرن. هيك بنحطهم على الرف الوسطاني. يعني إذا مستعجلين ممكن نحط بالأرضية الفرن ونراقبها لحتى ما تنشف معنا. هلأ تركناهم بالفرن وبدنا نجهز اللي هي الطحينية. هلأ هون حطيت أنا تقريبا كوب طحينية ونص كوب عصير ليمون، وهون عم بحط الملح. دائما انتبهوا على كمية الملح. هون حطيت معلقة فلفل أسود صغيرة، وطبعا كله حسب الرغبة. هلأ هون أنا بعد ما صاروا تقريبا صار لهم أكتر من نص ساعة بالفرن، طلعت الصواني وأخذت من المرقة اللي طلعت منهم، بتصير فيها مية البندورة، فيها كل الدهنة نكهة اللحمة، لأني بدي أستخدمها هون بالخلطة اللي رح أعملها بالصوص تبع الطحينية. هون مثل ما عم بتشوفوا حطيت أضفت الليمون، وأضفت اللي هي المرقة اللي أنا أخدتها، وخفقتهم كتير منيح. تركتهم شوي ورجعت لهم، لقيتهم طبعا جمدوا، أكيد حيجمدوا. فأنا هون رح أخففهم بشوية مي. إذا لسه عندك من المرقة الموجودة بالصواني ما في مشكلة، زيدي منها وخففي. أنا كنت خلص يعني شبه جهزوا الصواني، فكملت الطحينية هون رجعت رخيتها بالمي. بدنا نخليها شوي مرقة لأنه بدنا ندخلها على الفرن. هون زي ما عم بتشوفوا أضفتها لصينية الطحينية، بتكون مرقة شوي. وبحطها بأرض الفرن، بخليها شي 5 ل7 دقايق بس، وبعدين بطلعها على الشواية. وهون كمان نفس الشي الصواني بعد ما استووا خلاص برفعهم من الفرن من تحت أو من الوسط، وبشغل عليهم، بطفي الفرن بشغل الشواية لحتى بس ياخدوا لون. وطبعا برضو التحمير حسب الرغبة، بتحبوا البطاطس محمرة زيادة، بتحبوها وسط. وهيك كانت جاهزة معي. مثل ما عم بتشوفوا الأكلة كتير سهلة خفيفة وسريعة، وبصراحة يعني مرغوبة كتير في العزايم. وبتمنى إنكم تجربوها وتقولوا لي شو رأيكم، ويعطيكم ألف عافية.